يلا نعمل ترند بيتزا الكريب بس بطريقة صحية ومشبعة وغنية بالبروتين، وتنفع كمان كوجبة فطار أو كغدا. أول حاجة هنحتاج كوباية من الحليب، هنضيف عليهم كمان 2 بيضة. ممكن نقلل البيض وممكن نزوده، بس نزوده أحسن عشان البروتين يعلى. ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهنخلط المكونات دي كويس جدا بالشكل ده بالمضرب اليدوي. بعد كده هنزود عليهم كوباية من دقيق القمح الحبة الكاملة، وممكن نستعمل دقيق شوفان كمان أو شعير. هنخلط المكونات كويس جدا ونتأكد ان مفيش اي كتل. هنسيب بعد كده الخليط ده على جنب لمدة 5 دقايق. بعد كده هنبدأ ان احنا نقطع فلفل اخضر وقطع من الطماطم، ممكن تزودوا كمان خضار، ممكن تزودوا جزر او فلفل الوان. بعد كده جبت صينية دهنتها كويس جدا بزيت الزيتون، متكونش بتلزق، وهنضيف بعد كده خليط الكريب. بعد كده ضفت جبنة موتزاريلا لايت وشوية من جبنة الشيدر، ممكن تحشوها بالفراخ وتبقى طعمها حلوة جدا. بعد كده زودت عليهم الفلفل الاخضر اللي قطعته وكمان قطع الطماطم. ممكن تزودوا خضار زي ما انا قلت لكم، ممكن تعملوها بالتونه. ده كده شكلها قبل ما تخش الفرن. دخلتها الفرن لمده 20 دقيقه على درجه 180 مئويه. اهم حاجه ما نفتحش عليها الفرن خالص. شايفين شكلها عامله ازاي جوه الفرن؟ شكلها تحفه بجد. وكده تكون جهزنا بيتزا الكريب. حلوه جدا الوصفه دي، مقرمشه من الاطراف وكمان غنية بالبروتين، حلوة جدا كوجبة غدا او كوجبة فطار. قسمت الصينية كلها على 10 قطع، كل قطعة فيها 100 سعر حراري. بجد من احلى الوصفات اللي ممكن تعملوها. زي ما قلت لكم ممكن تنوعوا في الحشوات زي ما انتم عايزين، الاساس بس في العجينة. وجبة متكاملة ومشبعة جدا. بس كده تكون الوصفة خلصت. ولو عجبتكم الوصفة قولي رأيكم.